السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى النهارده نعمل ايه؟ المنجقونه البورسعيدي. هنا انا جبت كيلو دقيق، حطيت عليه كوبايه سكر، وكيس كيك شيف، وذره ملح، وهحط باكو خميره، كيس خميره. المهم ايه، وهقلب بقى ايه المكونات الجافه دي كلها ايه مع بعضها كده. تمام، وهركنها ايه على جنب. طبعا المنجقونه دي حاجه سهله قوي وبسيطه. ممكن تعمليها في اي وقت هتحبيها قوي، وممكن تفطري بيها، تتعشي بيها في نص اليوم. الاطفال هيحبوها، ويعني ايه، وهي حاجه مغذيه ومفيده يعني. المهم هنا بقى جبت بيضتين، حطيت عليهم معلقه خل وحبه فانيليا عشان الزفاره. المهم ايه، وهنزل بيهم على ايه الخليط اللي انا عملته دوت. وعندي بقى ايه كوبايه لبن دافيه، انا مدفياها وكده. هبتدي بقى ان انا انزل بيها واحده واحده عشان اعجن العجين بتاعي. طبعا ايه، وهفضل انزل باللبن لحد ما العجين بتاعي ايه احس ان هو ايه يعني ايه هيلم وكده. المهم هقعد اعجن بقى كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده، عشان إيه تتعجن معايا. طبعا طالما عجين ومخبوزات وكده لازم تخدمي العجين صح، يعني لازم تعجني كويس قوي عشان العجينه تتخدم معاكي صح. طبعا انا هقعد اعجن فيها كويس قوي، زي ما انتوا شايفين كده، عشان ايه العجينه تطلع مظبوطه. وما تخافيش، هي هتلم معاكي. هنا طبعا قلت بقى ايه انزل بيها على الرخامه وافضل اديها بقى ايه عجن كده لحد ايه ما اجيب اخرها. طبعا ايه العجين ده بقى ايه حاجة مفيدة بقى، لو عندك هموم او غموم او اي حاجة طلعي غلبك كله فين في العجين. طبعا هتقعدي بقى تعجني كده، وهتجيبي بقى من فوق وتحت وجوه وبره لحد ما تحسي ان العجينة ايه بقت مظبوطة معاكي. هنا بقى كانت ابتدت خلاص تلم معايا، هقوم نازله بقى عليها ايه دي بقى كوبايه ايه، نص كوبايه زيت على نص كوبايه سمنه. هبتدي انزل بقى واحده واحده لحد ايه ما احس ان العجين بتاعي كده خلاص ايه اكتفى يعني من السمنه. طبعا انا ما اخدتش الكوبايه كلها، انا اخدت 3 ارباعها. شايفين العجينه لمت وبقت جميله ازاي؟ هنا هدهن الوش سمنه، تمام، عشان بس خاطر ما تلزقش في الكيس اللي انا هغطيها بيه. وهسيبها بقى ايه تخمر ساعة ساعتين 3 حسب ما تخمر معاكي. انا هنا قعدت معايا ساعتين. بصوا بعد كده خمرت بقى، وبصوا بقت جميلة ازاي، ما شاء الله عليها يعني. هبتدي بقى ان انا انزل بيها كده على الرخامة بتاعتي واعملها رول كده كبير، واقطعه بقى ايه. شايفين انا بفرد ازاي كده؟ وهبتدي بقى ان انا اقطع بقى ايه الرول دوت ايه لكور كده صغيرة. طبعا ايه انا عملتها رول عشان بس تطلع ايه يعني نوعا ما القطع تبقى متساوية يعني. المهم هبتدي بقى انا اقطع كده في العجين. هنا بقى كنت قطعته خلاص وغطيته طبعا. وهنا بقى ببتدي ان انا ايه اشكلها بقى. شايفين انا بفردها كده زي ما انتوا شايفين من جوه لبره، وببتدي بقى ان انا ايه بعد ما تتفرد معايا الفها إيه بالشكل اللي انتوا شفتوه دوت. طبعا هي بتتعمل بكذا شكل يعني، ده شكل من الاشكال يعني. كده شايفينها سهلة ازاي؟ شايفين لفتها سهلة ازاي؟ يعني العجينة سهلة والله واللف بتاعها سهل، وكل حاجة فيها سهلة والله. وعلى فكرة ما بتاخدش وقت، يعني هتخلص معاكي على طول. ده كده ده شكل تاني من الأشكال، عشان اللي مش حابب ان هو يبقى بشكل واحد يعني. او انتي لما تنوعي الاطفال ايه هتحبي الموضوع ده اكتر، وهيحبوا ان هم ياكلوا ويجربوا ايه اكتر يعني. ده كده كان شكل تالت اهو زي ما انتوا شايفين كده. بتاخدي بقى العجينه من جوه لبره كده لحد ما تتظبط معاكي، تمام. وايه وتحاولي ان انت بقى ايه تخليها ايه يعني متساويه يعني. المهم هنا كنت خلصت العجين كله، جبت بقى بيضه هنزل عليها بحبه فانيليا، وهنزل عليها بنقطه خل، وهقلبها كويس قوي، وحبه لبن، تمام، حبه لبن زقنطتين كده بس. وهقلبهم بقى كده كويس قوي. وطبعا هنا بقى ايه كنت حاطه في الصينيه دهنها قبل ما احط فيها المنجقونه بتاعتنا، كنت دهنها زيت، رشه دهنه زيت خفيفه كده. وبعد كده رصيت فيها المنجقونه، وبعد كده هدهن بقى ايه بالخليط اللي انا عملته ده ايه وش المنجقونه كده عشان تحمر وتبقى جميله. وبعدين هنزل عليها برشه سكر.
عندنا بقى يا جماعة في بورسعيد في شم النسيم بنسلق البيض، وفي نص المنجونية كده بنحط البيضة ونلفها عليه، برضو بتبقى جميلة قوي يعني. مرة هبقى اعملها معاكم. شايفين الجمال؟ بس وهدخلها الفرن بقى. طبعا الفرن كنت انا مولعاه من قبليها يعني، وسايباه يسخن. المهم دخلتها وطلعت زي ما انتوا شايفين كده، هشة وطرية وجميلة. وبصوا طعمها لذيذ بجد، كانت تحفة. ما تنسوش تعملوا له لايك. سلام.